تعالوا خلينا نسوي الحليب المحلى المكثف بمكونين بس، أطيب وأوفر من الجاهز بهواية وطعمه كلش طيب. ومثل ما تشوفون القوام واللون ولا غلطة. نبدي بالمكونات ونقول بسم الله. راح نحتاج 5 أكواب من الحليب السائل، وإذا كان ما متوفر خف الباودر بمي. من بعدها حبايبي ننزل كوبين من السكر، طبعا تقدرون تقللون من هاي الكمية. على كل كوبين ونص من الحليب نحتاج كوب واحد من السكر. نمزجهم كل زين بهذا الشكل منا لما ما يذوب عندنا السكر تماما. ننص النار ونبدي نحرك بين كل فترة وفترة مثل ما تشوفون. بدأ يدخن القوام وتقل الكمية، وهذا القوام كل زين، لا تخلوه يدخن بزيادة لأنه هو من راح يبرد راح يدخن بعد أكثر. أنا حبيت أصفيه وهاي الخطوة اختيارية للتأكيد، يعني خاف بتكتلات أو أي شي. ومن بعدها تحتفظون بعلب، ويفضل تكون زجاج. جربوا هاي الطريقة، أنا متأكدة راح تعجبكم وتحبوها، وبالعافية.